السلام عليكم. حكايتنا النهاردة حكاية مختلفة، حكاية مثيرة، بطلتها جميلة الجميلات. صلوا على النبي. كل من النبي يصلي عليه. ميرفت زكريا أو ميرفت عفيفي ده اسم الشهرة. أول ظهور ليها كوجه جديد كان في منتصف الثمانينات في مسلسل رحلة أبو العلا البشري مع العظيم محمود مرسي وكريمة مختار، واللي ما عملتش دور غيره في حياتها، يعني الأول والأخير. ميرفت اتولدت سنة 1965 وتوفت للأسف سنة 1916. توفت ميرفت ولغاية دلوقتي ما اتدفنتش. معقول؟ هقول لك الحكاية. في حادث مصري للطيران الشهير اللي وقع في 19 مايو 2016 كانت هنا الحكاية. أولا، ميرفت درست الآداب وكانت بتعشق الطيران. قدمت ميرفت في مصر للطيران وقبلت واشتغلت مضيفة طيران هناك لمدة 20 سنة. ميرفت لفت العالم وكانت في منتهى السعادة عشان اشتغلت الشغلانة اللي كانت بتحبها. كمان ميرفت الله يرحمها كانت واجهة مشرفة جدا لمصر. ميرفت كانت بتتمنى انها تترقى وتبقى كبيرة المضيفات. ده اخد وقت شوية بس حصل، وترقت فعلا ميرفت واصبحت كبيرة طاقم الضيافة. وفي أول رحلة ليها في المنصب الجديد كانت رحلة متجهة من باريس إلى مطار القاهرة. وفي يوم خميس من شهر مايو سنة 2016 اختفت الرحلة من شاشات الرادار فوق البحر المتوسط قبل دخولها المجال الجوي المصري، وما ظهرتش لغاية وقتنا هذا. يعني مر كل السنين دي ومفيش أي حاجة ظهرت ولا عطروا على أي حاجة. واعتبر طاقم الضيافة من المفقودين داخل مياه البحر المتوسط. ميرفت عندها بنت واحدة كانت مرتبطة بيها جدا، والبنت كانت باباها متوفي، ما كانش ليها غير أمها. وبعد وفاة أمها أصبحت البنت وحيدة من غير أم ولا أب. لكن دي إرادة ربنا. ميرفت كانت شديدة الجمال، ومن كتر جمالها كان زميلها مسمينها جميلة الجميلات. دي كانت حكايتنا النهاردة، حكاية جميلة الجميلات ميرفت زكريا. ودي أختكم همسة. من فضلكم لايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.